السلام عليكم ورحمة الله. أجمل مسا عليكم يا رجالة، وأجمل مسا على كل إخواتنا وحبايبنا، وكل راجل جدع بيشاهدنا، وكل راجل جدع بيكتب لنا كلمة حلوة. زي ما أنتوا عارفين يا رجالة، في غيط الحمام إحنا أقل الناس وكلنا بنكمل بعض يا رجالة، تمام؟ طبعا يا رجالة النهاردة معايا أخويا الكبير طبعا اللي بتشرف بيه، والمدرسة بتاعتنا في غية الحمام، تمام؟ النهاردة كده هنسأله كام سؤال يخص برضو التعليقات اللي كانت جايه لنا اليومين اللي فاتت بمناسبة نشة زغاليل، ونشوفوه بقى هو أكتر واحد هيرد عليا بصراحة في قصة نشة زغاليل، تمام؟ يلا نرحبوا بأخويا الكبير يا رجالة ونشوفوا الدنيا فيها إيه مع بعض. احلى مسا على عيونك. يلا رجالة نرحبوا بأخويا الكبير كده اللي بتشرف بيه. كل مشاهدينك واخواتنا وحبايبنا على دماغنا واخواتنا في غيط الحمام. حبيب أبو عرفة، أنت طبعا مشرفنا حاج، وربنا وحده يعلم يا باشا. انا اللي بتشرف بكل جو حمام. يعلم ربنا صاحبي، الدنيا كلها بالحب، واحنا كلنا اخوات في غيط الحمام، صح ولا لا يا حاج؟ كلها اخوات وكلنا بنكمل بعض. فرق بس خبره من واحد لواحد، لكن كلها جوات. الله يفتح عليك يا حاج. هنبداوا الفيديو بالصلاه على حضره جمال النبي يا حاج. عليه الصلاه والسلام. كل سنه وانت طيب يا باشا، طيب وعيد اضحى مبارك علينا وعليك. على كل الناس. امين يا رب العالمين، وانت بالصحه والسلامه يا حاج. دلوقتي خبرتك كده يا حاج في نش الزغلول، وازاي مثلا توفق طريقتين ببعض والكلام ده؟ يعني طريقه مثلا بتمشي وبتتحرك وبتعمل مشاوير، وبتيجي في طريقه صغيره دي بتسيبها لوحدها وبتبتدي تتعامل معاها زي ما اتعاملت مع الطريقه الكبيره، برضه لوحديهم يعملوا مشاورهم ويجروا ويفكوا ريشه ولا ريشتين وتضمهم على بعض. يعني مثلا بتفتح مثلا تقلب ميعاد الزغالين. طب احنا نبداوا خطوه خطوه، نعرفوا برضو اخواتنا وحبايبنا المبتدئين. تمام، انا لسه هقطفهم. اول طريقه الخطوات اللي هنمشوا بيها الاول معاهم في الغية في تجهيزهم. هتقطفهم وهتتاكلهم عويده. تمام هترصهم في مسطبتهم وهتبتدي تفتحهم من المسطبه قدام منك تمام وتدورهم على ايدك. تمام. الزغلول اللي مش هيطلع من المسطبه والكوسه اللي ما بيطلعش من المسطبه يفضل نايم جوه المسطبه ده ما بيقدرش يطلع جوه المكسح، ده بيقعد مش هينفع. هيكسلهم. ده هو الكوسه دي بناقص منه. طب الزغلول يعني مثلا في نظرتك للزغلول اللي انت هتاخده تنشه وتحارب بيه، بيبقى ليه مواصفات خاصه؟ طبعا ريش وعصب ولام جريده فوق ديله. تمام. مش حادف جريده تحت ديله، ما بيتوسخش نفسه، فرد حمل نضيف. تمام. فرد حمل اللي بيوسخ نفسه ده هتلاقي ريشه يلزق وكل زر، ده مش هينفع. تمام. طب معلش تاني حاجه حاج، برضو تنقيتك للزغلول لازم برضو يبقى نوع معين ولا اي نوع؟ انا بحب ايه؟ هي غير مش اصل غير ذوق اذواق. تمام. ولا كل واحد وامكانياته؟ بحب الغزار، بحب الابلق. الغزار هذا بتاعنا ابلق. بشكلهم، بحط فيهم شوام. تمام. حسب كل جو ليه ذوقه في الغي، وعلى قد برضو امكانياته، صح ولا لا؟ بس اهم حاجه يعرف يدرب صح. وهي الغيه تدريب. هنا بقى انت بقى توجهنا ازاي بقى تدريبك للزغلول، وازاي الزغلول يجهز لحد ما تديله السلكه بتاعته والميعاد الثابت. لا هو كده بتحط في المسطبه بتاعته وبتفتحه يا من بالليل بتشرق البيبان وتطلع اول ما النهار يشقشق، بعد النهار ما يشقشق بساعه، ساعه ونص، ساعتين تكون قافلها. يعني انت بتديله براح ساعتين بس؟ ساعتين 3 ساعات تدريب. تمام. ولو انا هفتحه على ايدي هفتحه الصبح بدري واقعد من النوم الساعتين دول واقفلهم. تمام. طب ما سيبوش مفتوح ليل نهار وابرره، في ناس بتبرر هم حرين، بس الزغلول ده بيبقى مضمون في الطيران اسرع. اللي هو بتديله الميعاد الثابت للقفل وللفتح. عنده كابت عايزه تيجي. طب الطريقه الاولى باشا خلصت، حلو. في طريقه ثانيه بتجهز. طالما دول جروا خلاص ما يكسلهمش. الزغاليل الثانيه دول مثلا مفتاح كل واحد تمشي معاه زي ما انت ماشي. حصيره السيف واسعه. السيف حصيرته واسعه فيه براح. النهار بيشقشق بدري. والنهار طويل. عندك طول النهارده ميعاد دي. يعني انت على الصبح بتجريها. هتقلب ميعادهم. تمام. وقتك بقى ممكن تفتحهم بعد العصر. تفتحهم الساعه 12 الظهر. طالما في نسمه هواء مش خايف على الزغلول حتى لو الشمس عاليه. تمام. في نسمه هواء مش خايف. الجو شرد مقفول مخنوق حر خنقه مفيش، انت ذات نفسك مش طايق الجو. ما تفتحش زغلول، لان انت لو طيرت الزغلول ده هيطير ومش وممكن يبوظوا منك وياخدوا اي مركن. لا هيفوخك. حتى لو ما ركنوش وحطوا على الرئه وشربوا. الرئه سخنه. لو شرب هيفوخر منك. ايوه خلاص بقى طاير كده يهبل كده وبيركن هو هيبوظ.
الجايه يعني هي ايه؟ كل حاجه. فنيات. فنيات، وبرده كل خطوه بتتحسب عليك مع الزغلول. تبقى انت عارف انت بتطير ازاي. امم انت كغاوي بتنقي الميعاد وبتنقي الوقت برده. فاهم انت بتعمل ايه. ولمحه الغاوي حاج ايه رايك فيها؟ الحريف يهرب بالزغاليل ما يخليهاش تشد. طب لو جنبك غلاسه وناس قاعده مستنياك. يهرب منهم في مواعيد. شوف مواعيدهم هم مش موجودين فيها وتتجاريهم فيها. لازم يهربوا. هو بس ياخدوا لهم 15 يوم كده يطلعوا يعلموا بس الدنيا. ما فيش بعد كده واحد حد هيوقفهم طالما واحد ثابت. ولا ماشي معاهم في الاصول. لان انت في الاول هتاكلهم موعظه بعد كده هتدي له بقى تحط لهم صفقه. شويه عدس. عشان برضو ايه تسخنهم شويه. بتديهم طاقه لان العوجه ديت زي التيب من البدايه. لوحدها ما تنفعش. بتحلها لهم كده بكبشه صفرة. ما هو عايز زيوت وعايز بروتينات. الزغلول طب بتسكنه بقى يا باشا في الباب من قد ايه؟ لما يبقى عليه 2 مثلا. ولا لما ينطق بدري؟ ما هو لما عليه 2. لا طالما بعملهم 2 بس عليهم 2 ببتدي انا ايه؟ اقفله الباب وخلاص بسيبه خلص ال2 دول في الباب. وفي ناس بتسيبه طاير لغايه لما يصوم. تمام. طب والطواير؟ الطواير اللي بتبقى طالعه في الزغاليل. الطياره لما بتيجي تشوف اول ما تيجي تشوف تخطفها منهم. طب ولو ما زافتش؟ سيبها مش عارفك ان هي تهرب دي بلاقه دموع رفيعه. طب ما انت برضو لو انت جايب زغلولتين خوات. تمام. وكلنا بنتخدعوا في القصه دي. ممكن يطلعوا كوره. تمام. بس انت دلوقتي لو في مثلا عش طالع عندك وانت متاكد ان ده الولد. مش في نتايات خشنه. في وفي نفس تكوين الولد نتايه. ما هي خشنه. تمام. فايره. وعظمها تخين. خشنه. كلنا بنتخدعوا. تتخدع فيها وتطلع ممكن يطلع لها نوتش. وفي ناس اقسم بالله شفتها بعيني حاج بيسكنوا الطواير في البيبان على اساس ولاد ويقعدوا ينشوهم بالسنه والسنتين وفي الاخر يحسوا حصى شبع. حصل معانا يسود قاعد يترمي 4 سنين ولا 5 سنين. اسمعوا بقى رجاله الكلام يا رجاله. لا يا عم هم الناس زي الفل يا عم وناس زي العسل. ايوه. لا ما هي احنا اهم حاجه في الموضوع ده انت غاوي وانا غاوي. تمام. انا معلومه بديها لك بما يرضي الله. تمام. بيتكلموا حمام. تمام. انت عايز تقبل بيها اهلا وسهلا. لا ما احنا كلنا بنكمل بعض. كلنا بنكمل بعض بس ايه انا فلان الفلاني لا انا فلان الفلاني غاوي حمام. ايوه. وانت غاوي حمام. تمام. ايوه. تقبل معلومه. تمام. اللي انا عملته بقوله. تمام. اللي انا جربته وشفته بعينه. شفته من جوايا اللي انا اتربيت في وسطيهم. تمام. بقوله. تمام. واللي انا نفذته على عمري وعرض الواقع بقوله. تمام. غير كده ممكن ناس ما يعجبهاش الكلام. تمام. سؤال يا حاج بعد اذنك، بما انك اخويا الكبير اللي بتشرف بيه وحضرت النش بتاع زمان اللي انا ما شفتهوش، الغيه دلوقتي زي زمان ولا ربعها ولا ربعها؟ طب ايه يعني الغيه ايه اللي متغير فيه عن زمان؟ النش اللي متغير ولا تقليب الحمام ولا الكلام ده؟ هو اي حد بيطير حمام مثلا عاد زي معاه ما يطلعش العدس ابدا. كله اصول. اصول. وفي رمي الضلمه كنا عيال صغيره برضو وكانت الغوايه الكبيره ترمي عندنا ونستنى معروف مين هيرمي الاول ومين هيرمي. ده هيرمي هيخش يجيب فلان. تمام. نستنى لما تيجي كل ضلمه في بعض وانا جره ابقى اتعلق في المجال. ايوه. دلوقتي ما ورناش يا اما اعدي من منطقه لمنطقه لو في منطقه قدام مني فيها مجال كويس. ايوه. منطقتي فيها مجال كويس فيها رمي كويس انا هطلع امتع نفسي. يعني برضو ملخص الكلام يا حاج، السالك يعدي الاول. مش السالك كلها سالكه. تمام. بس في اصول. ايوه في اصول. مين هيجيب مين؟ ايوه. عشان تشبط المجال ده كله في بعضه. البعيد بيجيب البعيد. ايوه. ويبتدي بقى الحمل مرجح بعضه. الحمل يجيب بعض. ايوه. كم مره هتبص تلاقي هو الحمل لوحده بيطلع يدور على بعض. ايوه. تلاقي المجال متشعب ده شويه جايين ياخدوا فيهم. طب بيلفوا حوالين بعض. انت بتشوف بقى الكلام ده حاج دلوقتي؟ يعني في مناطق في اسكندريه فيها رمي. فيها رمي كويس. تمام. في مناطق ما فيهاش. مع ان المناطق اللي ما فيهاش دي برضه كانت من المناطق القويه. كان فيها رمي جامد. طب ايه اللي خلى ما فيهاش يا حاج؟ البوظان والتصعيد؟ على مستوى القاهره ومستوى مصر كلها انا بتكلموا كلام صريح. تمام. بيتعدوا على الصوابع المناطق اللي في القاهره اللي فيها ماشي. تمام. يعني طبعا شغل مصر والبساتين عاملين شغل جامد. انا ما شفتش البساتين. تمام. بس انا اسمع ان في فيها جوايا كويسه فيها رمي. تمام. في مناطق في القاهره انا ما 40 انا شفت بعيني انا شفت الراي العين. ما اتمتعتش. فبنتكلموا كلامنا من دون زعل. احنا جواي برضه كلنا مع بعضينا. ايوه. بنتكلموا الكلام ده عشان ترجع تاني على مستوى مصر. ما بنتكلمش على اسكندريه. ايوه. هي مصريه. هي المشي دي. ايوه. هي الحمد لله مصريه بتاعتنا كلنا. ايوه. اسكندراني بقى من فلاحين من هنا من الشيخ. كلها غواي وكلها غيه واحده. كل الغواي دي اخواتي. ايوه. كل حته الحمد لله اصحابي. الحمد لله ربنا حبب فيك خلقه. تمام. مش بتكلم على اشخاص، الاشخاص دي احسن مني. ايوه. انما بتكلم على نش ورمي. يعني يعتبر شبه فقدنا كتير منه. فقدنا ياما من الغيه.
طب في سبب رئيسي ولا ايه رايك انت؟ انا مش عارف اقول الراي بتاعي، بس هم الغواي لو هيمشوا باصول على اصول الغواي القديمه ويسمعوا الغيه ترجع تاني ومحدش يغلس على التاني. لا انا هغلس عليك في رمي تماسي ان انا قلت لك حمام دي مش غلاسه. قلت لك حمام بالليل دي مش غلاسه. لا انا دي القصه حاجة ما انما انا اخد معاك، اول ما اخد معاك حاطط لهم فرد والحامي يجي حاطط وشه. عندي حمامتين بيطلعوا ياخدوا مع الغوايه، واول ما بياخدوا هم لوحدهم بيحدفوا نفسهم. انا بنقص ان انا نش واعمل حمام. ايوه اعمل حمامتين يكيفوني يكيفوا غيري. يعني اخدم صح عشان تتكيف. احنا كلنا بنلعبوا في ملعب واحد. ايوه ما يا ماتش. ايوه الماتش ده فيه حريفه كلها. يعني لو بعض الناس مثلا نقول مثلا لو في المنطقه فيها 30 40 غاوي فيهم اتنين ولا بتاع بيقعوا مش هيفرق. بس ما حتى لو انت في ماتش برضه يا باشا اللعيبه درجات، في واحد بيتقدم لخط النص وفي واحد بيفضل ورا زي فرد الحمام، كل فرد ليه دور. ما انت طالما عملت جايه انت عايز ده محسوب على الغوايه. جايه وبتنشف. ايوه فاحنا الموضوع مش دعوه بالسن بقى، في غوايه كبيره في غوايه شباب صغير. ايوه يعني بنتكلموا على خبره. ايوه يعني شاب صغير يبقى احرف من واحد كبير. تمام. واحد كبير وبيتبعوا الاصول مع الحمامتين. اللي بيفهم يعلم، هي مالهاش دعوه بالسن الغيه. ممكن يبقى شاب صغير وبيفهم وواحد كبير وخبرته قليله، نكملوا بعض عشان نشوف الميزان حاجه احنا عايزين نوصل لها هو الرمي بقى. ايوه. كلمه اخيره بقى للغواي اخواتك وحبايبك يا باشا، في النش في الفرخ، اي رساله توجهها لهم بالحب من اخ لاخواته زي ما انت اللي هيطلع منك قوله. يمن عليكم. امين يا رب العالمين. كويس تضربوا حمام كويس وتمشوا حمام والرمل يرجع تاني والفرخ يرجع تاني زي ما كان. اللي ما عندوش خبره في الفرخ يتعلم من اللي عنده خبره، انا او غيري، كلها تكمل بعضها. كلها تكمل بعضها واحنا كلنا نيتنا ومتجمعين في حب الغيه. كل سنه وانتم طيبين. طبعا يا رجاله الرساله اللي كانت طالعه لكم دي طالعه من اراضي اسكندريه، عروس البحر الابيض المتوسط. محدش يزعل مني اي حاجه ما جاتش على معدته زي ما بيقولوا باللغه بتاعتنا. عامه احنا كلنا اخوات وغيه واحده. والغيه وانا مش غيه اقوى واحد في مصر، في اقوى مني بكتير. ونعم بالله حاجه. والغيه طبعا يا رجاله زي ما كلنا متعودين من اخواتنا الكبار اللي علمونا الغيه زمان، الغيه غيه حب ورجوله وجدعنه وكلنا بنكمل بعض. لو عجبك يا باشا الفيديو ما تنساش تدعمنا باللايك وتشترك في القناه. طبعا النهارده طبعا انا بتشرف باخويا الكبير حبيب قلبي رجاله محمد عرفه اسكندريه ورجالتها ونشيشه اسكندريه المحترمه اللي على دماغنا اللي بنتشرفوا بيهم. اجمل مسا على عيونك يا ابو اجدع عرفه. سلام محمد عرفه لمينا البصل، مينا العسل، مينا الرجوله والجدعنه، مينا الرجوله والجدعنه لكل غوايه مينا البصل من اولها لاخرها. طبعا الفيديو دوت يا رجاله برده موجه لاخواتنا وحبايبنا في اسكندريه وفي القاهره. الغيه غيه حب وكلنا بنكمل بعض. اخواتنا وحبايبنا القهرويه تيجوا تنورونا في اي وقت يا رجاله في اسكندريه، نشيلوكوا على دماغنا واجدع من كلنا اقسام مخبوطه وعلينا العين محطوطه، حتى الظباط مش راح منا وعملوا لنا واضي مظبوطه. كل جهات حاسبه والاقصى متقطعه والمرشد صورنا وبعت الفيديو الشرطه